كان يا مكان في أمير بيحب الوزير بتاعه جدا وما بيروحش مكان إلا وهو معاه. لكن كان في حاجة واحدة بتضايق الأمير من الوزير، كل ما تحصل مشكلة للأمير الوزير يبتسم ويقول كلمة واحدة: لعله خير. وفي يوم من الأيام الأمير وهو بيسن السهام اللي هيصطاد بيها، الخنجر قطع صباعه والدم غرق إيده كلها. الوزير لما شافه جري عليه وقال الكلمة المعتادة: لعله خير. المرة دي الأمير اتنرفز وقال للوزير: إيه اللي هيكون خير في قطع صباعي؟ وحس إن مفيش فايدة من الوزير وأمر بحبسه فورا. الوزير قبل ما يدخل السجن ابتسم كعادته وقال للأمير: أنا مش زعلان منك يا مولاي، لعله خير. ودخل السجن بهدوء. بعد أيام قرر الأمير إنه يطلع يصطاد لوحده من غير الوزير ولا حتى الحرس. وأثناء ما الأمير في الغابة هجموا عليه مجموعة من قبيلة غريبة بيقدموا البشر كقرابين للآلهة بتاعتهم. أول لما شافوا الأمير شكله جميل ونضيف ولابس حرير قالوا ده قربان مثالي، وفعلا ربطوه وسحبوه لحد ما وصلوا القبيلة. ووسط الجموع والناس اللي فرحانة إنهم لقيوا القربان ومنتظرين يذبحوه، فجأة الكاهن رفع السكينة فوق رقبة الأمير، والأمير بيقاوم بإيده. ظهر صباع الأمير اللي مقطوع. الكاهن وشه وملامحه اتغيروا وصرخ بصوت عالي: الراجل ده ناقص صباع وما ينفعش يكون قربان، القربان لازم يكون إنسان كامل، وده ما ينفعش. وساعتها فكوه، ما بقاش ليه لازمة معاهم وسابوه يمشي. الأمير اتصدم، مش مصدق إن صباعه اللي اتقطع هو اللي أنقذ حياته. وعلى طول افتكر كلمة الوزير بتاعه: لعله خير. رجع جري للقصر وطلع الوزير من السجن وحكى له القصة اللي حصلت معاه واعتذر له وقال له: أنا عرفت يعني إيه لعله خير اللي كنت بتقولها، لكن خليني أسألك سؤال تاني. أنا قبل ما أمر إنك تدخل السجن قلت لي لعله خير، إيه الخير إني سجنتك؟ قال له: يا مولاي لو ما كنتش سجنتني كنت انا اللي هروح معاك رحلة الصيد، وكنت انا اللي هتقدم قربان بدالك. الامير بصله بتعجب وقال له: فعلا لعله خير.